علي عبد العال. انا محتاج افهم من اولها كده مين معانا ومين علينا. عاوز اعرف بقى الاستاذ صالح جاي يتكلم باسم مين بالظبط. فيه اللي يطلع منهم يقول احنا معاكم، وفيه اللي يطلع يقول ولا نعرفهم، وده مش شغل سياسة. لازم تبقى المواقف واضحة علشان الكل يعرف يتحاسب على مواقفه او يتقيم عليها. حلمك علينا شوية يا دكتور، احنا بنحترمك جدا على فكرة، ومقدرين انك بتطلع تدافع عننا في الاعلام. انا بدافع عن الحق. لما بلاقي حد بيتعرض لظلم واجبي ادافع عنه واتضامن معاه، لكن ده مش معناه ان انا مؤيد له. مفهوم. انت قلقان مننا وعاوز تطمن، انا اطمنك. حاضر. اتمنى ذلك، ويا ريت يكون بكلام واضح ما فيهوش اي لبس او تأويلات. احنا عمرنا في الشارع اطول منكم، احنا جزء من الشارع. لو الشارع اتحرك هتلاقينا وسط الناس، ولو ما اتحركش هنفضل في الشارع. شفت يا ربيع، اهو ده اللي كان قلقني. بقى انا عاوزك تطمن تقوم تقلق. لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة اهدوا شوية بس. انت عاوز ايه يا باهر؟ ما الراجل بيقول لك احنا معاك اهو. ده مش فعل ثوري، ده فعل انتهازي، دي انتهازية ثورية. لو عايز يحرك الشارع يتقدم الصفوف ويعلن موقفه بوضوح، مش يستنى الشارع يتحرك وبعدين يقرر اذا كان يتحرك ولا لا. دي طريقة عمل احنا بنحترمها يا دكتور باهر، لكن ما تفرضهاش علينا. مش مجبرين بقى كلنا نبقى زي بعض، ربنا جعل في اختلاف الناس رحمة. المهم ان الهدف واحد والنية خير. شفت يا باهر، مش قلت لك بيقول لك النية خير؟ وانا اتمنى ذلك. صح نوم يا استاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ ايه انت متعود حد يجي لك غيرنا في وقت زي ده؟ احنا حبايبك. لا اصله بقالكوا زمن ما جيتوش، افتكرت انكم نسيتونا. حد ينسى حبايبه برضه؟ قوم البس هدومك وتعالى معايا. مجهز شنطتك زي كل مرة ولا لا؟ لا ازاي، ودي تيجي جاهزة طبعا. وادي الشنطة ايه تحت السرير. يلا يا ابني انت وهو، لم الورق اللي عندك ده، اتحفظ على كل الكمبيوترات والسيديهات. مش عايز قصقوصة ورق تروح هنا ولا هنا. يلا. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا مين؟ هاتولي البت دي من شعرها على الميكروباص بره. ربيع، الحقني يا ربيع. انت فاكر نفسك ايه؟ هتقدر تمنع اللي هيحصل؟ الشارع خلاص اتحرك، الشارع كله اتحرك. الطوفان بقى اكبر من اي حد هيقدر يقف وسطه. ما تخافيش. هاتولي الواد اللي نط من الشباك ده، اجروا وراه ما تسيبوهوش. يلا يا بنت قدامي. كويس انك قدرت تهرب. حتى لو ما كنتش هربت محدش خلاص هيقدر يوقف اللي حصل او يمنعه. دول خلاص بقوا زي الفرخة اللي اندبحت، بس بيرفصوا الرفصات الاخيرة. وتمارا ما اعرفش خدوها على فين، بس هتطلع ان شاء الله لما ننجح في اللي احنا بنعمله ده. عرفت انهم قبضوا على الاستاذ صالح ومجموعه كبيره من جماعته ورحلوهم على سجن وادي النطرون. دول خلاص فقدوا عقولهم. كلها ساعات وهيبان، يا يطلعوا لنا يا هنتمسك ونروح لهم. مش مصدق انك لسه محتفظة بتليفوني. وانا مبسوطة ان انت لسه محتفظ بتليفوني، بس برضه مش متعود منك تكلميني الساعة 3 الفجر. اعتبرني من زوار الفجر يا سيدي. كلها ساعات وهننزل الشارع وهنقضي على الاسطورة دي للأبد. ما انا بكلمك علشان كده بقى يا باهر. ايه هو انتي قررتي تنزلي معانا؟ انت مقتنع بالموضوع ده؟ طبعا مقتنع، ومفيش حل تاني. بص بقى يا باهر، اللي هيحصل ده مجرد انتفاضة، الناس زهقانة ودق بيها،
وفي ناس تانية هتستغل الغضب ده، هتستغل كل اللي هينزلوا، وانت من الناس اللي هيتم استغلالهم دول. هو انت بقيتي منجمة وعالمة فلك ولا بقيتي من صناع القرار السياسي في البلد وانا معرفش؟ اخر ما كنت اتوقع انك تستقبل كلامي السخرية يا باهر. انا خايفة عليك بجد والله. تخيلي ما كنتش واخد بالي. انت ليك مستقبل، انت كده هتدمر مستقبلك بايديك لو اشتركت في اللي هيحصل ده. مهما كان اللي هيحصل، مهما كبر، مهما قصر الوقت او طال، هيتلم. لو عينك على مكسب تبقى بتراهن على حصان خسران. الناس نازله ومراهنه على الخلاص، وانا هراهن على الناس واللي راهنت عليه. سمعاني يا شاهد عابد ميري؟ تصبح على خير يا هاني. يا باهر، انت مصدق اللي بيحصل حوالينا ده؟ مصدق؟ انا كان عندي احساس ان في حاجه هتحصل في الشارع، لكن ما كنتش متفائل للدرجه دي. معقول الناس دي كلها نزلت يا ربيع الشارع؟ ومش في القاهره بس، ده في كل ميادين مصر تقريبا. الناس نزلت الشارع وبأعداد كبيره جدا. فكرك النظام هيستجيب لمطالبنا بعد اللي حصل النهارده؟ ما قدامهمش غير كده يا ربيع، لازم يستجيب. الناس اهي في الشارع ونازله بتتظاهر بشكل سلمي، يبقى لازم يستجيب لمطالب الناس. طب وافرض ما استجابوش، هنعمل ايه؟ الناس ليها طاقة تحمل، ممكن ما تنزلش في الشارع كتير وهيبقوا معذورين. لو الشارع منفض من حوالينا يا باهر هننكشف وهنتعرق قدام امن الدولة، وساعتها هنتسحل على المعتقلات بقانون الطوارئ من غير محاكمات ولا نيابة، ومحدش فينا هيقدر يفتح بقه بكلمة، والنظام هيبقى اشرس من الاول. لو النظام ما استجابش وعمل ودن من طين وودن من عجين، يبقى سقف المطالب هيرتفع قوي، وساعتها بقى ممكن الموضوع ما ينتهيش سلم زي ما قلت. ازاي وانا بقول لك الناس دي ممكن تزهق وترجع بعد يوم او 2؟ انا مش معاك ان الناس ممكن تزهق وترجع. ترجع فين بس؟ الناس اللي انت شايفها حواليك في الشوارع دول مش ممكن هيرجعوا. ايه اللي مخليك متاكد كده يعني؟ انا في الشارع الثوري من سنين، وياما الناس دي خذلتنا بحجه الاستقرار ولقمه العيش. المره دي لا، صدقني انا عارف الناس دي كويسه. بص كده، بص فيهم كويس. في منهم اللي ملوش بيت يرجع له اصلا بعد ما بيته وقع عليه صخره في الدويه نتيجه الاهمال، وفي اللي مريض بالسرطان بعد ما كل قمح مصرفا نتيجه الفساد، وفي اللي ابوه مات في العباره ومعاه شقى سنين الغربه، وفي اللي اخوه اتحرق جوه القطر، وفي اللي صاحبه غرق في البحر وهو بيحاول يهرب من البلد دي ويشوف رزقه في بلد تانية، وفي اللي كانت كرامتهم في اسمه ولا في كمين. حاجز الخوف خلاص اتكسر. 25 يناير ده يوم فاصل في تاريخ البلد دي، صدقني. صدقتي كلامي يا شهد؟ صدقتي هي دي شويه المظاهرات اللي هتعدي والسلام زي ما قلتيلي؟ جالك كلامي بقى ولا لسه هتكبري زي ابوكي؟ انا مش قادره افهم قلقك الزايد عن الحد ده يا ماما. ما هي مظاهرات عاديه هي يعني، حتى التلفزيون مش جايب اي حاجه عنها، مفيش غير الفيسبوك وتويتر، ودول اصلا ارض خصبه للاشاعات. وهفرض مع حضرتك كده ان كام عيل مش متربي نزل الشارع يهتف شويه ويطلع الطاقه المكبوته اللي جواه، كلها كام ساعه وشويه العيال دول يرجعوا بيوتهم، وبرامج التوك شو تستضيف كام محلل سياسي على كام خبير استراتيجي يرغوا في اللي حصل ويشتموا في النظام علشان يمتصوا غضب الناس اللي في البيوت. عادي يعني يا ماما زي كل مره. يا بنتي حرام عليكي، افهميني بقى. هي بتبدأ صغيرة كده، انما بعد كده الموضوع بيتطور وبتبقى نار محدش بيقدر يطفيها. يا ماما ارجوكي كفايه مبالغه. نار ايه اللي حضرتك بتتكلمي عنها؟ الداخليه لو عايزه تمشي العيال دول من الشارع في 5 دقايق كانت هتعمل كده. بس حضرتك بقى ما تنسيش ان النهارده 25 يناير يعني عيد الشرطه، والعيال دي مختاره اليوم ده بالذات عشان تفسد فرحه الشرطه بعيدها، والداخليه واعيه كويس قوي للكلام ده، ومش هتفسد فرحتها يوم عيدها بايديها، وكمان عشان شويه عيال سيس زي دول. اهدي بقى يا ماما. لا انا مش ههدى المره دي، انا مش ههدى. انا رتبت شنطه سفري وحجزت على طياره لندن الساعه 8، مش هستنى اكتر من كده في البلد.
رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.